كان فيما يشوف شي درية خاصو حتى يضرب ليها على رجليها عادي يشوف واش تعجبو ولا لا، واخا تكون آية من الجمال وإلا ما كانوش صبعانها مقادين ونقايا ما كيشوفش في جهتها. واحد المرة مراد غادا تبدل حياتو بسبب واحد الدرية عندها واحد الرجيلات زوينين. كان راكب في التران وجات وحدة مع امها جلسات قدامو، كيضرب ليها على رجليها هما الاولين وهما يسيلو ليوقعو عليها. ومع كان الصيف ودار بالك واحد الصندارة ديال الصباع، السيد ما حيدش عينو عليها. قال لي واخا كانت ماشي شي زوينة زعما، لكن رجليها كانوا تيفتحوا الشاية، صابغاهم بالفيرني والبيض من الفوق، تيبانو نقيين وكيبريو. هو كان راكب من الرباط وغادي القنيطرة، وبقوة ما دوخو دوك الرجلين التران وصل لاكار ديال القنيطرة وما نزلش، نسى راسو. ومع ما عمرو شاف شي رجلين بحالهم حمقوه. التران زاد كمل طريقو لطنجة وهو ما سخاش يبقى غير يشوف فيهم. بغا يهدر معاها وما قدرش، ومع مراد ما تيقدرش يزعم على الدريات تيخاف لا يقمعوه. واخا كاين اللي غايقول لي اللهم تقمعو ولا يبقى تابعها على قبل رجليها. ايواش نقول لكم الخوت هي اللي يطيح حبكم على شي حجرة. راه مازال مراد ليه الدواء ومنو عادات كيعجبوهم الرجلين ديال العيالات، غير ما تيقدروش يقولوها. ارى لينا اللي عندهم شي رغبات في شكال، بحال واحد الدري كان خدام في التيليبوتيك في الحومة، كان براني وكنت مرة كندي ونجيب معاه في الهضرة. واحد النهار هو يقول لي كيعجبوني الطوابق ديال الدريات محسنين. يا سيدي والله العظيم كنت لي اول مرة كنسمع شي واحد كيعجبوه البيطان ديال الدريات محسنين. شوكاني، والسيد راه كان كيهضر من نيتو. بقيت شحال عاد عرفت بلا راه كلاو على جاتو. نرجعو لمراد، كان السكا غيجيب غير الصخرة، مع خالو تهرس من يدو ومشي ياخد ليه الحديد من الرباط باش يركبوه ليه في يدو. كيصونيو عليه ومع كان ال11 خالو غيدير العملية، تيقول لهم راني قريب راني في التسلا، من لهنا نص ساعة نكون عندكم. اما هو راه فات مولاي بوسلام والرجلين قلبوا ليه العقل. واختنا بحال ردات معاه البال حاضي ليها رجليها، ولات مرة كتكحزهم باش تشوفو واش غيتبعهم بعينيه. ولكن هيهات، مراد كان مريقل كيدير راسو غير ساهي وصافي. دارهم كيعاودو يصونيو عليه ما كيجاوبهمش، ما داز كتر من نص ساعة اللي قال ليهم ومازال ما وصل. صافي ما بقاش عارف شنو يقول لهم وهو يطفي التليفون وتيشوف راسو كحلا. خلا خالو بلا حديد داير يدو على حنكو كيشوف دوك الرجلين بحال شي مضيوم. قرب التران يوصل لأصيلة والزهر اللي عنده ما طلعش الكونترول حيت مقطع حدو حد قنيطرة. هنايا ختنا اللي قدامو غادا توقف وقالت لي اسمح لي ندوز مع كان جالس قدامها، كحاز رجليه باش دوز وكيبغى تمشى وهي تحفط ليه على رجليه وهي تقول ليه اسمح لي. مراد كان دارب سبرديله بيضه ديال التوبعات شاريها، واخا بحال حفطات ليه على قلبو مني حفسات عليه، وهو يقول لها ماشي مشكل. ابتسمات ليه وهي دوز. هو شنو غادي يقول ليه عقلو، تيسحاب له ناضت للطواليط وبالعاني حفطات عليه باش يتبعها. بقى متردد حتى ناض تبعها، خلى هاديك الميكا اللي فيها الحديد ديال خالو فوق الكوسان باش ما يجلس حتى واحد في بلاصتو، مع كانوا الناس واقفين الوسط ما لاقينش بلاصه. تبع اختنا منين دازت كيلقاها واقفه حدا الطواليط وعامره الدنيا تما ببنادم اللي ما لاقينش بلاصه. حد الان راه عند بالو اختنا لقى الطواليط عامره وكتسنى يخرج شي واحد باش تدخل. مشى وقف حداها كي شافت فيه وهي تبتسم ليه وهو يتحمس. قال صافي هادي بينات ليا، خلي غير تخرج من الطواليط وتم راجعة ونسطحها. هنايا التران غادي يوقف في لاكار ديال أصيلة، كيشوف ختنا هبطات ما فهم والو. قال واقيلا التران كيدير استراحة هنا
وهبطات تاخد لها هي وامها شي حاجة وترجع. أرا نتبعها هادي هي الفرصة. السيدة غادا هو تابعها من اللور، كتلفت كتشوف فيه تابعها وهي بحال تخلعات منه وتمات كتزرب في الخطوة. خونا مراد كيشوفها خارجة من المحطة حار، كيتلفت وراه كيبان ليه التران مازال واقف. هو يقول مادام ما باقا جالسة في التران إلا وغادا ترجع عندها. هو يزيد يتبعها، كيخرج كيشوف ختنا قاصدة واحد الطاكسي صغير وحلات الباب للور وهي طلع وزدحاتو بالزربة. مراد قال اش هو هذا، هو يسمع التران كيكلاكسوني وزاد. يا هو يتم راجع كيجري، شد غير الريح مسكين، دار يدو على راسو تكوانسة. اول حاجة جات في بالو هي امو، كانت تتوصيه فاش كان غادي. قالت ليه وياك طيح الفلوس ولا توضر الحديد فاش تكون جايبو، راهم غير بيسات صغار حدي معاهم اللي يتوضروا، خالك مسكين راه غير تسلف ديك 80,000 ريال. السيد تبلونطا وبقى غير كيويل، انا ري شنو غادي نقول لامي وخالي باقي مجبد في السبيطار، غيسحاب لهم غير هربت بالفلوس. جلس حدا واحد المحبق وداخ، ما عرف ما يدير، تصدم. باقي ما استوعبش كيفاش ختنا نزلات وخلات ما في التران، وبدا يقول اش داني نتبعها كاع، وعلاش ما هبطش في قنيطرة. صافي هادي هي الاخرى ليا مع موالين الدار، ما بقى ليا رجوع. غنقلب على شي خدمة هنا ونكري ليا شي بيت، ومن هانيت نبدا حياة جديدة. ديك قنيطرة ما عطاتنيش. بدات يفكر فين غيمشي وفين غيجي، وكان لي اول مرة كيجي الاصيلة. تحرك من حدا المحطة ومازال طافي التليفون، وجيبو يلا فيه شي 26 درهم. مشى لواحد السويقة خدا شواية ديال السرديد، كان قاتلو الجوع. ملي تغدا ويدوخ ليه الحلوفة ما عرف فين يعطي الراس، بقى غير كيخيط في الزناقي حتى طاح الظلام. غيبان ليه واحد الراجل كبير عساس هو يمشي قصدو، جلس كيهضر معاه وقال ليه راني جيت من قنيطرة كنقلب على خدمة وما لقيتش فين نبات وما عندي لا ريال لا جوج. العساس بقى كيطلع ويهبط فيه، بان ليه مورا الدري نقي وبحال مهبول شي شويه. هو يقول ليه غادي ندي بانيك هاد الليله تعشى معايا اللي قسم الله، ومن بعد سير نعس ورا الكاميو اللور تا الصباح وسير قلب على راسك. ودابا شوف مراد الرجلين فين وصلو ومازال هاديك خيتي ما حيداتش ليه من بالو، اولا دابا على قبلها غيتانسطالا في اصيله. هو يقول لي العساس كون يمشي لطنجة حسن ليك، راه كاينين اللوزينات والشركات تما كيخدموا الناس، اما اصيله صعيب تجبر فيها الخدمه. لكن مراد باقا في بالو ديك الابتسامه اللي دارت ليه ديك مولات الرجلين. قال مهما ابتسمات ليا الا وبغاتني، غير تعطلت نهضر معاها، اما هي راه بينات ليا وما عرفتش ليها. صافي السيد قرر يبقى في اصيله على قبلها. بدا يقول طال ولا قصارت الايام غادي نتلاقاها، غير خاصني نلقى شي خدمه. دوز ديك الليله مع العساس، وجاو شي ناس ديال داك الحي كيجلسوا مع العساس وبقاو كيديو يجيبوا الهضره مع مراد. وبدا يعاود لهم بلا راسي قلب على خدمه. واحد الدري هو يحن فيه، قال ليه الا بغيتي تخدم معايا في البني راني خدام في واحد الشركه كتبني في واحد الموبل وخاصه الخدامه، ومنها تبات في الشونتي. مراد ما عندوش الاختيار، قال لي واخا الله يحفظك. صدق داك خونا دا معاه ديك الليله يبات معاه في الدار باش الصباح بكري ينوضو يمشيو. داكشي اللي كان كرمو داك الدري وعطاه الحوايج باش يخدم الصباح وما يمشيو للشونتي. غادي في الطريق وكيشوف لي يتلاقى ديك مولات الرجلين، السيد تسحر بيها. وصلوا للشونتي ومراد ما عمرو ضرب تماره ولا خدم. هدر ليه داك الدري مع الباترون وعطاو جيلي صفر وكاسك، وحطوه مع واحد المعلم يخلط ليه البغلي، والزهر اللي عنده حطوه مع واحد المعلم كيشد العطش وكيخدم بالزربة.
كي شاف مراد قال لي سير طلع واحد جوج خيشات السيمة و7 ديال الرملة عامرين واجي خلطهم خلاص. مراد مسكين غير مسهوت مع كان كيضرب السانكة بزاف. هبط يجيب السيمة ما قدرش يهزها مع فيها 50 كيلو. ايام يتقاتل معاها وما قدرش. رجع عندك المعلم قال لي راه ثقيله عليا ما قدرتش نهزها. هو يقول لي المعلم واش بغيت بيك انا غاسير ما غاديش تليق ليا. هبط مراد عندك الباترون قال لي شنو كاين. هو يبقى يشوف فيه ويبان ليه مراد مسالي. هو يقول لي عرفتي شنو غدير اجي حيد ليا المسامر من المادري والشانديل. داه وعطاه واحد المطرقه ووراه شنو يدير مع خلاه داك الباترون. ومراد بدا خدام شي شويه وما عنده خرقه للمرقه طلع معاه واحد المسمار ديال 10 في رجليه. مع شاف الدم ويسخف مع كانت السبرديله بيضة ولات حمرا بالدم. الدعاوي ديال خالو بداو يخرجوا فيه. جاو تجمعوا عليه وداو للسبيطار يدقوا ليه واحد البرا. هو يشوف تاعي داك الباترون عطاه 200 درهم وقال لي انت ولدي ماشي ديال تماره سير دير لك شي بيعه وشريه حسن ليك. خلاه في السبيطار ومشى. هنا مراد فرح بديك 200 درهم واخا كلاها في رجلو. الضربه كانت ماشي سهله وما تيقدرش يحفظ برجلو. خرج من السبيطار كيعرج ومشى لواحد السويقه يتغدى فيها. وعلى الله وعسد بان ليه ديك ختنا راه باقي ما فقدش الامل مازال باغي يشوفها ويهضر معاها. كان مصر يتلاقاها. خدا عاوتاني واحد شويه ديال السرديل مع كان كيعجبو الحوت. ريح كيتغدى وكيفكر شنو يدير. كيبان ليه واحد خونا كيبيع الماكياج فوق واحد الكروسه مجموعين عليه العيالات. قال هذا هو المشروع اللي غادي يليق ليا نبيع الماكياج باش يجيو عندي العيالات ومنها ندبر على راسي بشي وحده عندها الرجلين زوينين. ما راه كان عمر عمرو تصاحب في حياته وما تيقدرش يهدر معاه. بدات ياكل وحاضي مع داك خونا اللي كيبيع الماكياج. شنو دار تاسالو وشاف خونا خوا وهو يمشي لعنده. ريح معاه وبدا كيسولو منين كيجيب السلعه. قال لي راني بغيت نخدم وبدا يشكي عليه ويعاود ليه الاوضاع ديالو. داك السيد تا هو بحال حن فيه مع بالزربه. مراد كان كيدخل للخاطر كيبان درويش ونيه. بدا داك السيد تيقول لي راه كنت قدام الناظور غير هو خاصك راس المال. مراد شاف ما غيقدرش يجيب السلعه حيت ما عندوش الفلوس. هو يقول لمول الكروسه علاش ما تبيعش ليا انت ونبقى ناخد عندك على قد جهدي. الراجل هو يقول ليه واخا نتعاون معاك علاش قدرت. مراد جبد 150 درهم وقال ليه بغيتك تعطيها ليا غير صباغه ديال الضفران. داك الراجل جاتو عجب قال لي لا راه خاصك تخلط. مراد قال لي لا بغيت نبدا غير بصباغه ديال الضفران. ويقول لي داك الراجل دبر راسك عمر لي واحد الميكا صغيره بصباغه الضفران وقال لي سير لشي قنت وبيع مع راساتك بشحال ما بغيتي. انا راه كنبيعهم ب6 دراهم وحسبتهم ليك غير ب4 دراهم ونص. خدا مراد من عنده الميكا ومشى وقف في الدخله ديال السويقه. ما فرش ما والو غير هاز دوك القريعات في يديه وكيتسنى حتى العشيه يعمر السوق ويبدا يبرح. وبصح كي ضربات ديك الخمسة وهي تبدا تعمر السويقه. في الاول كانت غالبه الحشمه. هو يبدا يزعم ويغوت 8 دراهم الوحده وجوج ب300 وكان مطوره صدقات ليه ديك البيعه وشريه. مع العيالات فاش كيمشيو عند داك مول الكروسه كتشتت عينيهم ما عنده الفليلات والماكياج وداك الشي مخلط كيحيروا شنو ياخدو. ومراد كان كيبيع غير الصباغه بوحدها. فاش شافوه جديد قالوا هاوتا هادي اللي جات كتاخد من عنده جوج. وعجبو الحال ضربت 7.5 كمل كل شي. دخل فلوسو وربح 70 درهم ويرجع عندك مول الكروسه. قال لي زيدني راني بعت كل شي. خونا تصدم فيه بحال غار منه. قال لي ما بقاش ليا عندي غير باش نخدم. بدا كيطلب فيه مراد لكن الاخر ندم علاش باع ليه في الاول.
هنا مراد داخ هو يتحرك من السويقة وغادي وكيعرج برجلو، بدات كتعطيه الصداع حيت ما عطاهاش الراحة، وبحال بدا كيدخل مع الضيق وكيفكر في دارو. ديك الليلة دوزها غير في واحد الجردة بات فيها حتى الصباح، والغد ليه بدا كيشوف كيفاش منين يجيب الصباغة ديال الضفران، حيت باش يمشي للناظور ما عندوش راس المال كبير. شاف حتى عيا هو يبدا يسول على الحوانت ديال الماكياج، نعتو ليه الناس واحد الحانوت هو يمشي لعندو. كيدخل لقى واحد السيد قال لي راني براني وكنبات غير على برا وبغيت ندير شي بيعه وشريه، ما كرهتكش تعاون معايا وتبيع لي الصباغه ديال الضفران بشي ثمن مناسب. هو يسولو داك السيد قال لي شحال عندك؟ قال لي عندي 200 درهم وشي صريف. هو يعاود يسولو قال لي واش عندك لاكارت ناسيونال؟ قال لي مراد عندي. هو يقول لي خليها ليا وغادي نسبق ليك 1000 درهم ديال السلعه ونخلطها لك بشويه ديال الصباغه والحكاكات ديال الضفران وحتى البرودوي اللي كيحيد الصباغه. ملي تخصصتي غير في الضفار غنعطيك كاع داكشي ديالو. مراد فرح ويتلاح ليه على راسو باسو ليه. قال لي داك السيد غادي تكون بخير الا خدمتي المعقول، حتى انا واحد النهار كنت بحالك ولقيت الناس وقفوا معايا، عمر ليه واحد الصاك ويشوف سبرديلتو مطليه بالدم. قال ليه مالك؟ هو يعاود ليه مراد شنو وقع ليه. داك السيد قال ليه الضربه غادا طيب ليك الا بقيتي لابس سبرديله، راه خاصك تنفسها. ومراد بقى حاني راسو، قال لي راه عندي غير هاد السبرديله. داك الراجل دخل جاب لي واحد الصنداره ديالو وعطاها ليه. بقى مراد بالسبرديله حتى مشى للسوق وعاد حيدها ولبس الصنداره، وقف ودار داك الصاك بين رجليه وهز في يديه الشونتيو كل حاجه منها حبه وبدا كيبرح. ها هو جا الكازاوي وجاب سلعه جديده، ومع العيالات والبنات مولفين كيجيو ديك السويقه وتاقوا بيه كازاوي وجيب سلعه من كازا. بدا خدام على راسو حتى اكتشف بالله هو ديال البيع والشراء وما كانش عارفه. غير باش تعرف فاش تبقى حدا داركم راه كتعمى ليك البصيره وكيبان ليك ما كاين ما يدار، حتى كتبدل المحيط وعاد تكتشف راسك علاش قادر. مراد خدام مع العيالات وكيهضروا معاه والمعنويات ديالو طلعات ليه وما سخاش ما يجيش الليل يبقى غير في السوق. طاحت الظلمه لقى راسو باع 400 درهم وشي حاجه وباقا ليه السلعه. خدا ليه واحد الساندويش عتق بيه راسو ومشى عند مول الماكياج لقاه ساد. هو يمشي لواحد الجامع طرف حالته في بيت لوضو، غسل رجليه ونقى ديك الضربه وصبن حتى السبرديله. من بعد خاف يمشي للجردة ويديو ليه السلعه. بدا تيفكر يمشي عند داك العساس اللي مشى عنده النهار الاول ويعطيه 5 دراهم ويبات حداه ومنها يحميه. داكشي اللي كان مشى عند داك العساس وعاود ليه الجديد ديالو. شنو ولا كيدير؟ رياح مع ديك الليله ونعس اللور ديال واحد الكاميو كان فرش غير الكارطون وعطاه العساس واحد الكاشه قديمه ديبانا بيها. الغد ليه فاق بكري مشى ريح في واحد القهوه 8:30 مشى عند داك السيد مول الماكياج لقاه كيحل. بقى يهدر معاه ويجلس معاه وتيقول لي شنو بعت وشنو درت. ومول الحانوت زاد تاقف مراد قال لي هاك لاكارت ديالك هزالة يوقفوا عليك البوليس والسلعه اللي خصاتك اجي خدها من عندي. مراد قال لي شكرا راه مازال عندي السلعه، خلي حتى نبيع ونكمل لك الفلوس ونزيد ناخد من عندك. بقى مريح مع مراد شحال وكيعرفو على راسو تا ضربات ديك العشرة وهو يتحرك مشى للسويقة. ومازال هاديك اللي سحراتو برجليها ما بغاش تحيد من بالو، اما دارهم ما بغاش يفكر فيهم باش ما يتبرزطش. حياد مرتو شرا نمرة جديدة دارها في التليفون وبدا خدام ولا كل مرة كيحط في قنت، مرة في المارشي مرة في شي شارع تيكون عامر، ودور الحركة من المزيان ولا مختص غير بالضفران. اي حاجة كتعلق بالضفران كيبيعها. مع الوقت فاش شاف راسو كيصور نهار ويكري ليه واحد البيت وكوزينة في السطح
وهنا غادي يشنت مع بدا كيتنقى ولا كيتعرف على الدريات اللي كيتقداو من عنده. فاش كتعجبو شي وحده وكيشوفها حاله كيقول لها اجي عندي ونصبغ لك الضفران، وكتصدق ليه. شحال من مره دخل شي وحده عجباتو كيجيبها كيصبغ لها الضفران على ذوقو وكيدير داكشي اللي كيبغي. وكاينات اللي كيعجبهم الحال اللي يدير ليهم بحال هكداك. ولكن مراد باقي عقلو كيخمم غير في ختنا اللي شاف في التران. والو مازال ما بانش ليه. ضرب دابا في اصيل 4 شهور وتقول واش بانت. غيبقى خدام وعلاقته بمول الحانوت باقا مزيانه، وبعض المرات كيديه معاه يتغدى الكسكسو بنهار الجمعه. من بعد ولا كيمشي الناظور يجيب ليه السلعه اللي كتمشى وبثمن منخفض. ودارهم باقي ما هدرش معاهم، ما عارفين شنو واقع ليه. ملي مشى يجيب الحديد لخالو زاد، وحتى هو بحال ولف بهاد الحياة الجديدة. تقول واش هز الهم لدارهم، ما دار بلاصتو في اصيلة ولا معروف. وداك مول الكروسة اللي باع ليه النهار الاول بسبب مراد قلب الحرفة ولا يبيع الديسير، ما طيح عليه البق، ما بقى يبيع ما بقى يشري. مراد طيح عليه الأثمنة ولا تا هو كيخلط. واخا هكاك راه مازال داير غير الساق قدام بين رجليه. ديما هو عاد جا من كازا وسلعة جديدة. واحد النهار مع ديك السبعة العشية واقف بالسلعة في واحد الشارع عامر. يا وهي تبان ليه ديك ختنا مولات الرجلين اللي شاف في التران. كانت دايزة وكتهضر في التليفون كي شافها هو يتبلونطا وتقول ما عرفت شنو جا عليها. ياك ولا يدبر على الدريات ويدير معاهم شنو بغا. لا هو اللي ضربو على هذيك الدرية بالذات، هي ما شافتوش، هو اللي ضرب عليها. دايزة وكدوي في التليفون. واقفين عنده شي عيالات خلى ليهم داك الصاك عامر بالسلعة ومشى تباعها وما قال ليهم والو اتمشى. العيالات ما عرفوا شنو وقع ليه، والشارع راه كان كبير وعامر ببنادم غادي وكيكروازي في الناس. السيد جهل من اللي شافها، والمشكلة هي كتزرف في الخطوة. بقى تابعه وهي تلف ليه ما عرفها منين دازت. مشى حتى الراس ديال الشارع ورجع تقول سرطاتها الارض لدرجة دخلو الشك ياك ما غير تهيئات ليه. ما كان كيفكر فيها بزاف، عاوتاني شدو داك الحال ولا غير ساهي وكيخمم فيها. رجع لساكو لقاه باقي في بلاصتو، واخا ما عرفش واش داو ليه السلعة ولا لا. مع السلعة عندو كتيرة وداك الشي غير صغير، ما تعرفش واش نقصات بياسة ولا جوج. لكن هو ما هموش في السلعة تمشي ولا تجي، همو هي ديك خيتي فين كتسكن وياخد النمرة ديالها ويتعرف عليها. ولا دابا على قبلها كيبيع في ديك البلاصة. تيقول ملي دازت من هنا غتبان غير هي نهاراش وقتاش ما عرفت. وسبحان الله ديك السيدة فال خير عليه. ديك البلاصة اللي ولا يحط فيها ديما تعرف فيها حسن من السويقة. ما كان كيجي لديك البلاصة ولكن حتى ل6 ولا 7 العشية. اما دابا ملي كيفيق حتى كيبغي يمشي ينعس وهو في ديك البلاصة، من غير جمعة كيسافر يجيب السلعة. دازت ليام وعاودت غبرت ديك خيتي. ودابا المشكلة اللي لقى هو البرد والشتا. كتقلال فيه الحركة ديال الماكياج، ماشي بحال وقت الربيع والصيف الناس كتاخد لي زاكسيسوار بزايد. وما عندوش حتى فين يتدرج على الشتا. هنا مراد كان ضروري خاصو يلقى شي حل. بدا تيفكر يكري شي محل ويكتر فيه الماكياج والحوايج ديال الشمال، حيت جمع الفلوس من الفراشة ديال بصح وما كانش كيخسر بزاف ديال الفلوس. ما كيخرج الريال حتى تعرفوا فين غادي. بدا تيقلب على شي كراج يكريه في داك الشارع ويكون بثمن مناسب. والو الغلا كاين تما، ما كان شارع رئيسي وإلا بغى الثمن قل خاصو يدخل داخل شوية. لكن مولات الرجلين بانت ليه في داك الشارع. كي غدير تقنع مراد يشوف شي كراج في شي قنت اخر.
مع كانوا قاع البارابورات ديال عقلو شادين غير داك الاتجاه ديال ختنا، فيما اتجهت لقى شاد داك الاتجاه تا هو. علاه هو ما خلاش خالو بلا عمليه؟ راه على قبلها العوض يهبط في قنيطره بقى حال فمو في رجليها تهبط في اصيله. دونك كان ولا بد يكري شي كراج في داك الشارع. داكشي اللي كان كرا واحد الكراج ب3000 درهم، 60,000 ريال الشهر. واش يقدر يدخلها في الشهر؟ ما عرفت. على حساب البياع والشرايه ديال الماكياج صعيب الحال، خصوصا في البرد والشتاء. لكن مراد كانت ختنا فيها الخير عليه من الاول، حيت بسببها جا لديك المدينه ولا بياع والشراي، صلح وقاد داك المحل اللي كرا وبدا كيعمر مع التحك مع العيالات، ولا عارف الذوق ديالهم وشنو كيبغيو وشنو كيشريو. درسهم مزيان فاش كان كيبيع في السويقه والشارع، ما كانش غير كيبيع، بل كان حتى كيلاحظ السلوك ديال الكليانات في البيع والشراء. زاد الحوايج والبيجامات والسليبات والتقاشر ديال العيالات، كيخلط السلعة ديال تركيا مع ديال الشينوا، و تيقول لهم راه هادو ريجين ديال اوروبا، واخا اوروبا براسها كتجيب الحوايج من الشينوا والبنغلاديش. والعفريت كان تيركز يبيع بالرخا باش تخرج السلعة، كان تيلعب على الكونتيتي. ولات عنده عقلية ديال بياع وشراي، دار الكليانات وتعرف بسمية الكازاوي، واخا عمرو هو شاف كازا كي دايرة. هو سوق العيالات كله ربح، ولكن الا عرفتي كيفاش تتعامل معاهم راه يقدروا يدخلوا لك في الربح وراس المال. كيف ما قادرين يغنيوك يقدروا يخليوك على الدص. معهما كيتقداو الحوايج ولي زاكسيسوار بزايد كتر من الرجال بزاف د المرات، كيخسروا الفلوس هما، خاص غير يكون عندهم. دونك مراد راس المال كبر ليه في ظرف 2.5 عام. اختنا ما بقاتش بانت، حبها من رجليها وديك الابتسامة اللي ابتسمت ليه. كيضل يفكر فيها وهي ما على بالها والو، ما عرفاش واحد السيد راه بسبابه هرب من دارهم وحل الحانوت في داك الشارع على قبلها، وكيضل يفكر فيها. واخا كيعيا وما يتلوطوا عليه الدريات لربما يتزوج بشي وحده، لكن اللي شاغله بالو راه تقفاتو غير برجليها وعمات ليه البصيره. ما بخرات وما دات ليه شراوطو عند الفقيه، ما وكلاتو لا والو، غير سحلات لينا خونا مراد برجليها وزادت. واحد العشية بالعيد الفطر، الليلة اللي قبل العيد، كان الحانوت عنده عامر، مع جاب الكساوي ديال الدراري الصغار وكيتمشاو في دوك الايامات. خدام كيتخلص وكيوري الناس السلعة. اتا دخلات عليه ختنا، كتشوف السلعة اللي معلقة ومراد بحال ضربو عفريت، تكوان سجاتو الحالة عاوتاني. ختنا ما داتاش فيه وما عرفاتوش حتى شكون هو، ومراد تجبدوا ليه العينين والتفيكسه فيها. شافت واحد الكليانه بحال هكداك وهي تقول ليه الكازاوي بسم الله عليك، يعوذ بالله ما عرفت مالو مسكين. كاع اللي في الحانوت تجمعوا عليه، تقول قلبه بغا يسكت، كيديروا ليه السوارت في يديه مع كانت تكنزز. وختنا ما عرفاش شنو واقع، كانت جات مع جارتها عندها الدراري الصغار، جاو يشريو ليهم الحوايج العيد. بقاو شي عيالات مولفين يتقداو من عندو كيقراو عليه القرآن ويسميو الله، تيقولوا هادي شي وحده دخلات بشي حجاب للحانوت عليها الكازاوي مسكين شدو الحال. وهما ما عارفينش الكازاوي راه ختنا مشيره من شحال هادي غير برجليها. بقاو معاه حتى ترخف وجلس على الكرسي، شربوه الماء وما كان مخدم معاه تا واحد غير باش ما يخلصوش. ختنا عاطيه بالدار وكتقيس مع ديك المرا اللي جات معاها الدراري الصغار. هو يقول دوك العيالات راني وليت شويه، وبدا كيتخلص من عندهم ومشات اللي مشات ودخلوا ناس وحدين اخرين، ومازال ختنا في الحانوت وما على بالها بوالو. فاش قيسو سالاو وهي تجي ديك مولات الرجلين عنده وبدات كتحلون عليه.
قالت ليه تصايب معنا راه جارتي مسكينة عندها اليتامى وبغات تفرحهم، دير ليها شي تمن يكون زوين بحالك. ويلي مراد كان غادي يعاود يتبلونطا، ما متيقش راسو راها كتهضر معاه بهاد الطريقة. ختنا حسات بيه ما مرتاحش، قالت ليه مالك واش عيان؟ راني شت العيالات مجموعين عليك. ويحل القرعة ديال الماء وبدا كيشرب بواحد اللهفة وكيف الزق راسو مع طلعت معاه السخونية. وهي تقول لي شوية دابا، الا شتي راسك عيان سد وسير. خونا مراد باقي كاع ما نطق تا كلمة، بدات كتعاود تقول لي هو الصابة. هو يقول لها شنو سميتك؟ البنت وهي تضحك جاتها في شكل، وهي تقول لي سميتي سلمى. هو يقول لها الحوايج الدراري الصغار على حسابي، ما تهزوش ليهم الهم. وهي تقول لي الله يجعل ربي شافيك اخويا. قال لها سلمى راني ما مريضش. وهي تقول لي الحمد لله ما شفتك بحال كتجيك السخفه. قلت لها ربما كتطلع لك الطونسيون ولا السكر. هو يقول لها ما عقلتيش عليا؟ قالت لي لا. واش تعرفني قريتي معايا ولا شنو؟ هي تجي ديك جارتها بولادها وقفات معاها. ومراد حشم شاف جارتها سلم عليها وعلى الدراري الصغار. وسلمى بدات كتشرح لجارتها ما غاديش يتخلص منهم على قبل الدراري يتامى. بداو كيدعيو معاه والحانوت عمر ومعاهم الدراري الصغار والغوات بحال ولات الروينه كاينه في الحانوت. سلمى غتقول مراد بينو وبينها فين كتعرفني. هو يقول لها خلي ليا نمرتك وجي عندي نهار التاني غادي نكون حال. وهي تقول لي صافي غنجي عندك قيد النمره. قيد نمرته ويصوني عليها باش يتاكد. ويجبد واحد الريحه والصباغه ديال الضفران وعطاهم ليها. قال لي هاكي الباروك ديال العيد. سلمى ما فهمت والو وتزعطات في مراد. بدات كتشكر فيه وقالت ليه ضروري ما ندويو في التليفون. قال لها ضروري ما نهضرو تعاودي تجي لعندي. قالت ليه واخ. سلمت عليه وهي تخرج هي وجارتها والدراري الصغار. مراد من بعد سلمى ما مشات كاع اللي جا وراها كيحسب ليهم بواحد الثمن اللي بغاو. السيد ولا سخي كي شاف سلمى وهضرات معاه بديك الطريقة باقي ما مصدقش. غدوز تقريبا واحد ساعة ديال المكانة وهي تصوني عليه سلمى باش تشكرو وتسولو فين كيعرفها. قال لها حتى تجي لعندي ونعاود ليك، دابا راه ما نقدرش نقول ليك في التليفون. وسلمى غير كدير ليه في الخاطر. مع مراد راه ولا تاجير صحيح وبان عليه الخير. والدري راه ماشي خايب عاوتاني. اي وحده باغا تزوج تبغي شي واحد بحالو. عاودوا دواو نهار العيد في التليفون. والنهار التاني وهي تجي عندو المحال غير بوحدها لابسه جلابه ايفازي والبانطوفه واحد تقاشر مع كان البرد. سلمت عليه هو يمشي يجيب واحد الكرسي وريحت معاه حدا الكونطوار. هو يبدا يعاود ليها من النهار الاول فاش سخرات امو يجيب السخره لخالو حتى اللحظه اللي جالسه معاه. سلمى غير كتسمع ليه جاه العجب من مراد. تيقاتو حيت عارفه رجليها زوينين وشحال من واحد كان كيهضر معاه على قبل رجليها. غير هي ما عقلاتش عليه وما عقلاش على هذاك النهار بالضبط. شنو غادا دير دابا؟ جبدات رجليها من البانطوفه وحيدات تقاشر. شافت مراد ساعه وهي تقول ليه قيسهم. مراد كيقيس فيهم بحال شي كاطو خايف لا يخسر ليه لا كريم. مبقى شحال داير يدو ويشوف فيها. قال لها تزوجي بيا سلمى. سلمى بقوة ما كانت باغا قالت لي حلف. قال لها والله راه الفضل ديالك كبير عليا بسببك خويت دارنا وجيت كريتينا. وهي تقول لي عندي شرط. قال لها شرطي عليا. وهي تقول لي داركم خاصك تمشي تشوفهم وتقول لهم شنو كاين. هو يقول لها ما نقدرش. قالت لي مناش خايف؟ قول لهم راه طاحوا لي الفلوس وخفت منكم وانا نمشي لاصيله. بقات سلمى كتزعم فيه حتى قنعاتو. داك النهار ضلات معاه حتى سد وتفاهموا مزيان بجوج بغاو بعضياتهم. وجمعات ليه حتى الحوايج والكادوات اللي يدي معاه لدارو. الغد ليه مراد مشى للقنيطرة. كان غادي وباقي مدهشر من داك النهار اللي ما رجعش فيه. كيدق عليهم
وسخرية القدر خالو اللي حل ليه الباب. تصدموا بجوج، هو يقول ليه خالو الله يا وليدي خليتي امك غادا تسطى عليك. دخلو امو بصح كانت موسوسة معاه، رياح معاهم وبدا كيعاود ليهم شنو طراليه، بلا راه طاحوا ليه الفلوس. وخالو فيه الضحك، قال لي راه حسن من اللي طاحوا، يدي راني قبصتها وبرات، خير ليا من داك الحديد، كون درتو راه خاصني فاش نبرا نعاود نفتح ونحيدو. دوز معاهم داك النهار حتى الغد ليه، وفرحوا بيه عائلتهم، وعطاهم العنوان ديالو، ومن بعد رجع لأصيلة ورصا مع سلمى وقتاش يتزوجوا. وداك الشي اللي كان من بعد شهر ما كاملش وما يتزوجوا. شوف سبحان الله، بعض المرات كنديرو شي قرارات تكون خاطئة، لكن بسبب دوك الأخطاء توريونا طريق جديدة. يعني ما يهمش إلا درتي الغلط، المهم هو تحاول وما تبقاش واقف في بلاصتك. نخليكم على خير حتى نتلاقاو في قصة جديدة، ومع السلامة.